يقول السائل: يشتكي بعض الناس من الضيق والملل عند تلاوة القرآن، فما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي له أن يتعاهد قلبه مريض. هذا القرآن إذا قرأه المؤمن لا يشبع من قراءته، لكن هذا قلبه مريض، فأنصحه بالضراعة إلى الله جل وعلا. أولا أن يفتح عليه وأن يشرح صدره، وأن يعيذه من الشيطان، لأن الشيطان ملم بقلبه، وإلا لو لم يكن كذلك انشرح صدره عند قراءة القرآن. فهذا الذي أوصيه به، هذا أولا. ثم أوصيه إذا كان يحصل منه هذا على حال الانفراد أو في حال الانفراد أن يجلس مع من يعينه على نفسه من الذين يتذاكرون هذا القرآن ويتدارسونه في المساجد أو في الحلق، ويصحب أهل الخير والصلاح، وسيجد إن شاء الله تعالى الحلاوة.